السلام عليكم. في حاجة غريبة بقت بتحصل الفترة دي، بقينا بنهتم إحنا ظاهرين إزاي أكتر بألف مرة ما إحنا عايشين إزاي، وبقينا بنشتري اللي بيبان مش اللي ينفع، وبنعيش للناس مش لنفسنا، ومن ساعتها وحياتنا بدأت تتخرب. ربنا سبحانه وتعالى قال: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. يعني ما تتعلقش باللي في إيدك ولا تبالغ في الفرح بالمظاهر اللي عندك. الدنيا مش بالشكل، الدنيا بالجوهر. بس للأسف يعني إحنا بقينا مجتمع بيعيش للصورة مش للراحة، وبيعيش للقطة مش للحقيقة. النهاردة بقى أنا عايزك تسمعني للنهاية، لأن كلام النهاردة مش عن المظاهر، لأ، كلام النهاردة عن إزاي إن المظاهر دي سرقت حياتنا من غير ما ناخد بالنا. سباق المظاهر اللي ملوش خط نهاية. في سباق كلنا دخلناه من غير ما نسجل مين لبسه أغلى ومين عربيته أحدث ومين موبايله الجديد لسه نازل من أول أسبوع. كل ده شيء، وإنك تعمل كل ده عشان الناس تشوفك ده شيء تاني. مثلا لو قلت لك واحد بيشتري جزمة ب2000 جنيه وهو أصلا مش قادر يدفع إيجار البيت، أنت متخيل؟ ومثلا ممكن تلاقي بنت عايشة على القروض عشان تبان إنها لايف ستايل. إحنا بنصرف قد اللي معانا 3 مرات عشان لقطة للأسف هتتنسي. ثقافة إنك لازم تبان دي ثقافة مش سهلة. المظاهر يا جماعة ما بقتش اختيار، وبقت قانون اجتماعي. لو جبت هدية بسيطة يقول لك إيه ده، ولو اتجوزت من غير فرح كبير تبقى بخيل، ولو ما جبتش موبايل جديد كل سنة تبقى مش متابع الموضة. وعجبي كمان لما بتلاقي شاب اتقدم لبنت وأهلها رفضوه لأن عربيته مش قد المقام، مع إنه محترم وبيشتغل وعايز يستقر. فاحنا بقينا بنحكم على الناس من جلد موبايلهم للأسف، مش من جلد قلبهم. والسوشيال ميديا دي أكبر مصنع للأقنعة. ربنا قال إيه؟ يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وده معناه إن الناس بتشوف ضحكتك، بس ربنا بس هو اللي شايف الوجع اللي ورا الصورة، ودي حقيقة. فالسوشيال ميديا دي يا جماعة عملت فينا إيه؟ السوشيال ميديا دي خلت كل واحد فينا يعيش كأنه في فيلم بالظبط، وكل اللي بيعمله إنه بيحاول يحافظ على صورته في الفيلم ده. يعني مثلا تلاقي واحدة بتتصور أو بتصور فيديو ضحك مثلا مع جوزها، وبعد ما بتقفل الكاميرا بترجع تكمل خناق معاه عادي، ده الطبيعي. وواحد بيصور أكلة في مطعم وبيشرب مية في البيت باقي الأسبوع. فاحنا بنقارن حياتنا كاملة بلقطة متفلترة من حياة غيرنا، وده أكبر خطأ. فضريبة المظاهر دي هتلاقيها ديون واكتئاب وضغط. حتى ربنا قال إيه؟ ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. والإسراف هنا مش بس معناه الأكل والشرب، الإسراف كمان يا جماعة بيكون في المظاهر. فالناس فاكرة إن المظاهر دي بتزود قيمتهم، وللأسف هي بتزود ديونهم. يعني عندك مثلا تلاقي واحد مثلا عمل فرح ب200,000 ولسه بيدفع أقساط للأكل اللي عمله بعد سنة، وناس شارية عربية بالتقسيط ومش عارفة حتى تفولها، وناس بتلبس برندات وقلبها متبهدل من جوه. عارف المشكلة؟ المشكلة بقى إن المظاهر دي بتخليك دايما محتاج وعمرك ما هتبقى مكتفي. والجواز والمظاهر أكبر حفلة وأكبر خسارة. إزاي؟ أكتر ما كان المظاهر خربت فيه هو فعلا كان الجواز. فتلاقي عريس عمل فرح ب300,000 عشان يكسر الدنيا، وبعد الفرح تلاقيه بدأ يشتغل شغلانتين عشان يسد الديون اللي عليه. نفس الكلام تلاقي برضو واحدة عملت جهاز عروسة ب300,000 والبيت فاضي من الحب، والشبكة تلاقيها ب100,000 ومش عارفين حتى يدفعوا قسط العفش. وتلاقي فرح خرافي وجوازها مثلا انهارت بعد 6 شهور. ليه بقى؟ لأن كل الطاقة والفلوس والاهتمام راح للفرح، ما راحش للجواز. في نظرية كده اسمها 10%. النظرية دي بتقول إيه؟ بتقول إن 90% من اللي الناس شايفاه مش حقيقي. الناس بتشوف الجزء الظاهر بس، بس مش بتشوف الدين ولا بتشوف القلق ولا الخوف ولا الفراغ. فأنت أنت بتفتكر إن الناس دي هي اللي بتتباهى أكتر، إن هي فعلا أكتر ناس مبسوطة. لا بالعكس، المقارنة يا جماعة تعتبر زي السم، بتمشي في الجسم كده من غير ما تحس، وبتخليك تكره اللي معاك وتحب اللي مش ليك. يعني مثلا تلاقي واحدة مثلا بتغير على صاحبتها لأنها بتسافر، وهي مش عارفة إن صاحبتها أصلا بتسافر عشان تهرب من ضغط البيت. وبرضه تلاقي واحد مثلا بيغير من صاحبه عشان جاب عربية، وهو مش عارف إنه دفع يمكن راتبه 5 سنين قدام. فالمقارنة دي بتخليك تشوف حياتك وحشة حتى لو هي أصلا نعمة. والفكرة بقى اللي هتغير حياتك بقى هي إيه؟ هي إن الحياة دي يا جماعة مش سباق
جمال ولا ماراثون برندات. الحياة دي محتاجة صدق ومحتاجة راحة، محتاجة ان انت تكون انت نسخة من نفسك انت، مش من حد تاني. واصعب شعور في الدنيا دي انك تبقى عايش حياة مش حياتك. وفي النهاية الناس اللي بتجري عشان المظاهر، صدقني الناس مش هتفتكرك لو لبست بعد يومين، ولا حتى غيرت عربيتك بعد اسبوع، ولا حتى يفتكروا صورتك حتى بعد شهر. لكن انت هتعيش جوه قراراتك العمر كله. ربنا قال ايه؟ وتلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. يعني اللي مش عايشين يتباهوا هم دول اللي هيعيشوا مرتاحين. السلام عليكم.